السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يعني وحشتوني جدا جدا. الامتحانات الحمد لله خلصت ومشروع التخرج خلص. يعني احب اشكر كده شوية ناس سألوا علينا، تقريبا هم عددهم 5 و 5 برضو. يعني هم 3 بأمانة 3. حسام. 3 بجد، منهم مراتي وبنتي. كانوا بيسألوا عليا عادي يعني، بس انا اعتبرتهم بيسألوا على البرنامج. المهم خلينا نبدأ بسرعة ونشوف النهاردة معانا ايه. النهاردة معانا ترند فجأة ضرب. التصميم ده اساسا انا بقالي اسبوع كده اشتغلت عليه. مش التصميم بتاعي بس عجبني درع كده، فقلت ايه دي فترة تخرجات وبتاع، فخلينا نجرب مع بعض التصميم ده. وبالفعل اتنفذ وصورناه، واحنا مصورينه تقريبا بقالنا فعلا 3 4 ايام. وفجأة لقيت ان كل الجروبات بتاعت الناس اللي شغالة في الطباعة والليزر وكده داخلين بشراسه بيسالوا على الدرع، بيسالوا على تصميمه. فقلت والله مصلحه، احنا بقى عملنا التصميم وعملنا الدرع وطلع بالشكل ده. ضفنا عليه كمان تكايه حلوه كده، طلع بالشكل ده. عايز اقول لكم ان هو شكله في الحقيقه مختلف تماما. هنسيب فيديو شغال دلوقتي عنه في الحقيقه. عايز اقول لكم ان هو شيك جدا جدا، في ماتش ما بين الخشب والاكريليك، طالع شكله تحفه. وزي ما اتفقنا قبل كده، عايزين ان احنا لما ناخد منتج مش بتاعنا او منتج اوريدي من على النت، لازم احنا برضو نضيف التكايه بتاعتنا. ضفنا له اضاءه في للدايه وبيتحط له باور وبيتوصل بشكله جامد جدا زي ما هو ظاهر كده. يلا بينا نروح بقى نشوف اتنفذ ازاي. والطبيعي اي منتج معانا بيبدا على الكمبيوتر. يلا نروح على الكمبيوتر. بس معلش، خلونا بس قبل ما نروح للفيديو او نبتدي في تصنيع الدرع بتاعنا ده، يعني طلب كده تقيل انا مستثقله جدا. يعني احنا بنتعب جدا في الفيديوهات دي، وفي فيديو كده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هقول لكم ازاي احنا بنعمل الفيديوهات دي اصلا وازاي بنتعب فيها. ان احنا بنقعد نصمم ونصور الشاشه واحنا شغالين، وبعد كده نروح نشتغل على مكنه ليزر، وبعد كده نروح تاني نجمع المنتج بتاعنا. الموضوع فيه جهد جامد جدا. فيعني كنا حابين كده تكمل معانا الحلقه للاخر. ولو عجبتك اعمل شير، ما عجبتكش ما تعملش. عجبتك ولقيت ان احنا ممكن نقدم حاجه مفيده، اعمل لنا سبسكرايب. ما عجبتكش الحلقه ما تعملش. في الاول وفي الاخر مش عايزين نطلب حاجه او انك تعمل حاجه لما يكون فعلا احنا بنقدم محتوى كويس. وبس كده يا سيدي، يلا نخش على الفيديو. اهلا بيكم مره تانية، ورجعنا هنا بقى مع برنامج الكورل بتاعنا اللي شغالين دايما عليه او في الغالب عليه. بنحاول بقى نرسم الشيب كده بتاع الدرع نفسه، الحته اللي في الجنب دي. طبعا عملنا كام دايره عشان نقدر نعمل الكيرف بتاعه. و تمام، نحاول نقرب قد ما نقدر. بعد كده لقينا نجرب ان احنا نرسمه. هي كده الصوره اللي خلانا ما نرسموش من البدايه الصوره من الجنب، فالدايمنشن بتاعته مش تبقى مظبوطه. بس قلنا نجرب رسمناه من الجنب. تمام، بنحاول نمشي على الشيب بالبنتول كده. يعني لو مش باينه البنتول في الحلقات بتاعتنا ان شاء الله هنعمل لها حلقات لوحدها. البنتول من اقوى الادوات اللي موجوده في الكورل او في اغلب برامج التصميم. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنحاول ان احنا نعرض شويه المساحه بتاعتنا عشان الصوره جايه من الجنب شويه على قد ما نقدر، يعني ايه عشان تبقى الدنيا شويه مظبوطه. بعد كده هناخد الشيب التاني، وعباره عن شيبين: شيب في الجنب اللي هو الخشب، والشيب الاكريليك. والاكريليك بالمناسبه هو مكمل تحت الخشب. ان شاء الله هنوضح ده برضو في التصميم. تمام، ظبطنا اهو، خدنا الشيب. نحاول شويه نظبط الكيرف بتاعه بقى بالنظر كده. تمام، بعد كده نمسك الاتنين شيب ونفصل ده عن ده او نقص ده من ده بالادوات الباس فيندر. تمام. بعد كده احنا كده ظبطنا الشكل تقريبا. هنعمل دايرة عشان نظبط الكيرف ده احسن حاجة، يعني عشان نقدر نقول ان هو مظبوط. تمام، شلناها. تمام جدا. بس احنا كده رسمنا الشيب الخارجي. هنبدأ بقى نرسم التفاصيل اللي جوه دي. ده الضفر اللي هيخش في القعدة، وظبطنا المقاس بتاعها. هي تقريبا 25 مناسب جدا. طبعا هي مش باين المقاس بتاعها في الصورة، فبس خلينا نقول ان هو 25 سنتي ارتفاع للدرع، كويس جدا.
تمام. كده ابتدينا نظبط بقى، نرسم الشغل اللي جوه، اللي هو الخط اللي موجود في التهشير. هو الدرع ده هيبقى عبارة عن خشب متقطع في الجنب، والأكريليك متهشر بالشغل والرسومات اللي عليه، اي مكان بقى رسمه ايه يعني، انت ومزاجك وانت بخيالك. عايز ترسمها زخرفه زي ما هي موجوده، تمام. عايز ترسمها اي حاجه، تمام. رسمنا كده الحته الخشب البني اللي في جنب الخشب، عندنا لونين، في خشب بني وفي خشب تحتيه اللي هو البيج، بيج فاتح، تمام. عايزين بقى نجيب الشيب اللي جوه، اللي هو الاسلامي اللي جوه ده. عملنا سيرش، هنشوف اقرب حاجه سيمبل. يعني احنا كل الفكره ان احنا عايزين حاجه سيمبل زي اللي موجوده، يعني مفيش احسن من السيمبل بصراحه. بنحاول نبص كده على الشغل ده، دي حلوه جدا، دي كويسه. فتحنا الموقع عشان نقدر ان احنا نحملها، لقينا دي كويسه قوي، حملناها خلاص، تمام. احنا بس مسرعين عشان الفيديو ما ياخدش وقت كبير، واحنا عشان ما يطولش بس مننا، تمام. فتحنا كده، احنا نزلنا زي الفل. نحاول ان احنا نظبط، تمام جدا. يا جماعه احنا بنسرع ونحاول ان احنا ما نطولش كتير في التصميم، عشان هنحاول ان احنا ننزل ان شاء الله حلقات خاصه بالتصميم الفتره الجايه. فعشان كده لو في اي حد في حاجه مش فاهمها يا ريت يقول لي كومنت بقى، واحنا برضو هنحاول نعمل جروب عشان نتواصل عليه، يبقى التواصل اسهل. لو في حاجه مش مفهومه يا ريت يقول لي. احنا هنا بقى عملنا الخشب زي ما كنا شايفين كده، عملنا الزخرفه ديت اللي هي البيج، وعملنا البني اللي هو اللاي اوت اللي بره. ودلوقتي بنعمل الاكريليك، تمام. الاكريليك زي ما قلنا هو الحته اللي في الجنب، مش بس الحته اللي في الجنب، عشان في ناس شغاله في الدرع دوت تعمل بس الحته اللي في الجنب، لا، الاكريليك تحت الخشب كمان في النص. خلصنا كده الشيب بتاع الاكريليك، وابتدينا بقى ايه، زي ما قلنا هنملى التصميم زي ما انت ما عايز. اعمل في تصميم زي ما انت ما عايز، هتنزل مثلا فلورال، او هتنزل مثلا اي زخرفه وتحطها، تمام قشطه. هتكتب كتابه زي الفل، انت وخيالك بقى في التصميم. دلوقتي احنا بنعمل القعده ظبطناها بمقاس مناسب بالنظر كده للمقاس بتاعنا، وابتدينا ان احنا نحط القعدة. هي تقريبا 4 طبقات، كل طبقة عن التانية نص سنتي، تمام. وخدنا مقاس الضفر اللي هو هيخش في الخشب دوت. والاكريليك تقريبا عندي 7-8 ملي، لا 7-8 ملي ايه تقريبا الاكريليك عندي 2.7 او 2.8. ممكن نعمله 3، او ممكن نعمله بالظبط ونطول الضفر شويه، يعني نحاول ان احنا نظبطه. دلوقتي احنا دخلنا على فريبك، حبيبي المفضل طبعا. نزلنا كام حاجه كده الزخرفه دي، ماشي مش سايبنا، يلا تمام. نزلنا الشغل اهو. اللي عايز اي حاجه برضو من الزخرفه دي يقول لي، يعني هحاول انزلها لكم في لينك. بس كده ورجعنا. انا بقى عندي مشكله، يعني انا دلوقتي قطعت جزء كبير جدا من الفريبيك. انا عندي مشكله لما بخش في الفريبيك ما بخرجش، تمام. ابتدينا بعد كده بقى ايه، نظبط التكايه بتاعتنا. التركيه بتاعتنا ان احنا نحط الدايه، فظبطنا لها مقاسها، خدنا مقاس الدايه بالظبط، وظبطنا في طبقه من الطبقات اللي هي بتاعت القعده مخرج للسلك، تمام. ودي اخر قاعده تحت عملنا فيها زي باب كده بيفتح مسامير للصيانه. مهم جدا لما تركب اي حاجه ليد او كهرباء او اي حاجه، المفروض ان انت تعمل لها، او اي حاجه تصين يعني، المفروض ان انت تعمل لها مجال للصيانه، عشان بعد كده ما تجيش تبوظ منك وتكسر المنتج عشان تظبطها، وفي الاخر هتبوظ الدنيا خالص، تمام. ظبطنا كده مقاس الداية، وظبطنا كمان مقاس الباب بتاعنا، والدنيا زي الفل.
عملنا كمان قاعدة كمان، هيبقى فيه الباب بقى. احنا كده زودنا قاعدة كمان عشان الليداية، يعني هي موجودة في الصورة 4 قطع خشب، احنا عملنا 5 عشان الباب بتاع الليداية والباب الصيانة. تمام. انت بتتماشى بقى مع المناسب بالنسبة لك وبتظبط تصميمك. اهم حاجة تبقى فاهم ازاي تصمم عشان تظبط تصميمك زي ما انت عايز. ابتدينا بقى نرص الشغل عشان نوديه على الليزر. التصميم بسيط جدا، بس الموضوع محتاج بس انك تعرف تفكر صح، او تعرف تفصل التصميم اللي قدامك او المنتج اللي قدامك، تعرف تظبط كده الديزاين، وتعرف هو مكون من ايه. كده احنا خلصنا البني سيبناه عشان نوديه، وخلصنا كمان الاكريليك. زي ما قلنا التصميم بتاع الاكريليك انت وخيالك. انا هنا خدت كام حته فلورال كده او كام حته زخرفه، وبعد كده رحت محططها ومظبطها. غير كده بقى انت بتتعامل براحتك زي ما انت ما عايز. خرجنا فايل اللون البني، الخشب البني، وخرجنا فايل الخشب البيج اللي هو اللي فيه الزخرفه الاسلاميه، وخرجنا فايل الاكريليك، وهنروح على طول على الليزر. بس قبل ما نروح على الليزر خلينا ننهي الجزء ده لحد كده عشان ما يطولش معانا، وبعد كده نروح على الجزء التاني بتاع الليزر والتركيب زي ما احنا متعودين. سلام.